تعالى اقول لكم ازاي حولت اوضه نومي من الشكل اللي انتوا شايفينه ده للشكل ده بلمسات بسيطه جدا وحاجات مش مكلفه خالص. هاي هاي هاي، معاكم هدير النهارده بقى. فيديو حلو قوي ان شاء الله باذن الله هيعجبكم. فيديو النهارده هيبقى اول فيديو من تجديدات الشقه. انا بصراحه جبت شويه مشتريات كده للشقه، لا كانت على البال ولا على الخاطر، بس عشان خاطر اجدد بيها شقتي ان شاء الله باذن الله. كل يوم هعمل لكم فيديو. دي سلسله التجديدات بحاجات بسيطه ومش مكلفه، بس ادت شكل حلو وادت لمسه حلوه كده للشقه. بصراحه انا متحمسه، ان شاء الله باذن الله تكونوا انتوا كمان متحمسين كده زيي. حاسه بجد يا جماعه، والله التغيير بيروق كده النفس وبيدي كده طاقه ايجابيه للواحد. عايزه اقول لكم ان انا بعمل الشقه وانا حاسه ان انا مبسوطه جدا رغم التعب اللي انا فيه، ورغم ان انا بعد ما خلصت حسيت ان انا تعبانه جدا جدا جدا، بس بجد يعني الحمد لله النتيجه حلوه والنتيجه عجبتني. ان شاء الله باذن الله تعجبكم انتوا كمان. انا بصراحة عارفين لو جبت حاجة بسيطة جدا قوي وغيرت في حاجة بسيطة قوي بحس بتغيير، بحس ان النفسية مرتاحة، بحس بأحاسيس كده حلوة. لو انتوا كمان زيي قولولي. بصوا بقى انا اول حاجة عملتها، عارفين طبعا شفتوا ورق الحائط في اول الفيديو كان عامل ازاي. انا مسكت ورق الحائط والحتت اللي هي مفتوحة قعدت اقفلها، ما عدا الحتة اللي عند الكومود دي بصراحة اللي هو فقدت الشغف، زهقت. ايديا اتملت البتاع دوت اسمه ايه، البتاع اللي انا كنت بعمل بيه ده، فعلشان كده حسيت ان انا فقدت الشغف. فقلت خلاص خليه بقى ايه، مش شرط كله مرة واحدة. عملت اللي قدرت عليه. المهم دلوقتي بقى ايه، قفلت برضو ايه، قفلت على قد ما اقدر. يعني انتوا لو رجعتوا الاول الفيديو وشفتوا شكل الاوضه قبل ما تتعمل هتفهموا انا قصدي ايه. كان في حاجات كده وكان في اكياس وكان في حاجات كده في الاوضه برضو لميتها انا عشان خاطر كنت مطلعه الصيفي، مطلعه الشتوي وشايله الصيفي، كنت حاطه بقى حاجات على السرير وحاجات على الكومود ده وكده، فالشماعات وقعت وراه فعشان كده بقى شلته. المهم بقى لو انتي اول مره تشوفي القناه بتاعتي انا هدير، بتمنى ان انتي تنزلي كده تدوسي اشتراك وكمان تفعلي زرار الجرس عشان خاطر يوصلك كل حاجه جديده انا بعملها. وما تنسيش تحطي لي لايكات كتير قوي للفيديو، ان شاء الله فيديوهاتي هتعجبك. انا بعمل فيديوهات روتينات ويوميات، وان شاء الله هعمل فلوجات ومشتريات، فان شاء الله القناه بتاعتي هتعجبك. اول حاجه بقى عملتها شلت المشتريات اللي كانت موجوده في الشقه في الاوضه، وبقول لها باي باي. وخلي بالك بقى يا اللي كنتي بتقعدي تتنمري على على السجاد بتاع الاوضه، على المشايات بتاعه الاوضه، انا مش مغيره عشانك، ها، انا مغيره علشان خاطر انا عايزه اغيره. المهم خلاص بقى اقول لهم باي باي. هخش بقى ايه، هيتغسلوا دول خلاص وممكن بقى يتحطوا في اوضه الاطفال. يعني في مثلا المشات الرفيعه دي هحاول ان انا احطها ما بين السراير، وهخلي الكفر التقيل ده زي ما هو. بصراحه الجو ساقعه، ولا احط بقى الكبيرة دي مش عارفة يعني، لسه هشوف. هي التلاتة اللي موجودين في الأوضة هيكفوا أوضة الأطفال. فقولوا لي تحت في الكومنتات احط الكفر التقيل ده الأحمر. أنا كده كده غسلاه بس لسه ما فرشتهوش، فقولوا لي افرشه في الأوضة، في أوضة الأطفال، ولا احط المشايات دي. عايزاكم تكتبوا لي تحت في الكومنتات. بصوا بقى، انا لقيت المفرش السرير ده بصراحة هو شكله جميل وكل حاجة، لقيته كمان نازل عليه عرض فرانين، فقلت بس بقى انا ايه هجيبه بقى علشان خاطر بقى انا مبسوطة بيه. وبعدين يا جماعة اكتشفت ان هو صغير، يعني هو في كذا غلطة انا هوريها لكم دلوقتي، علشان خاطر لو هتشتروا افتحوا بقى الحاجة. يعني لو مش ممنوع ان انتوا تفتحوها افتحوا قبل ما تشتروها. مبدئيا كده الخداديات طلعت يعني اصغر من المخدة بتاعتي، اللي هي الخدادية الصغننة دي. طلعت الخدادية دي اصغر
من الخداديه بتاعتي. انا قلت هنا ايه امسح السرير قبل ما افرش الملايه. عايزه اعمل عايزه انضف البتاع دوت اسمه ايه اللي هو الكابوتانيه دوت بتاع السرير. عايزه اغسله، بس بصراحه ايه مش دلوقتي، يعني حاجه كده هبقى اعمله كام يوم كمان ان شاء الله واعمله. بصوا كنت عامله كده ايه كنت غاسله الركنه وغاسله الانتريه بالخلطه بتاعتي اللي بحبها قوي، بحب دايما اغسلها بيها، فقلت اغسل بقى ده كمان بيها. طبعا يعني استنوا بقى الاجزاء الجايه ان شاء الله باذن الله. عامله بقى ايه غاسله الركنه وغاسله الانتريه ومغيره شكلهم بقى تماما بحاجات بسيطه ولمسات بسيطه وحاجات ان شاء الله باذن الله هتعجبكم. هنا بقى كنت بشوف المخده، بقول يا رب المخده كمان ما تطلعش صغيره، هزعل قوي طبعا لو طلعت هي كمان صغيره. انا بحب قوي 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 اي حاجه فاتحه، يعني بحب الملايات بتاعه السرير تبقى فاتحه، بحب السجاد يبقى فاتح، يعني مش عارفه ليه بحب كل حاجه كده تبقى لونها فاتحه معايا. المهم بحس الحاجات الفاتحه بتغير، يعني بصوا الملايه، بصوا اللي انا شلتها دي كانت غامقه، ملكوش دعوه بالمرتبه يا جماعه هغسلها. انا حكيت لكم بقى حكايه المرتبه المره اللي فاتت، مش هفضل احكيها كل مره. المهم بتاع ده. بصوا كنت حاطه الغامق كان مقافل الاوضه ازاي. بصوا بقى لما احط الطقم الفاتح، بصوا بقى تحسي ان الاوضه اتغيرت. بصوا بقى في غلطه تانية طبعا في المفرش، صدمتني ان المفرش جايب العرض مش جايب الطول. يعني بصي القلوب المفروض ان هي تبقى جايه ايه، يعني العرض بتاع المفروض ان القلوب تبقى جايه وشها علينا كده زي ما انا عاملاها تمام، فالعرض بتاعها اكبر بكتير من الطول. فانا لو عملتها بالطول زي ما هي ما موجوده، هتبقى عامله ايه بقى، هتبقى القلوب جايه بالجنب. مش عارفه انتوا فاهميني انا قصدي ايه ولا لا. بصوا لقيت الناحيه التانية نازله مدلدله جامد قوي من تحت المرتبه، فروحت منزلاها كده، بس قلت والله برضه هحطها. برضه هحطها. انتوا عارفين بقى. المهم حطيتها، ما انا يعني خلاص اصلك انا جبتها مش هرجعها، وهي بصراحه عجباني، فخلاص مش هعمل حاجه بقى غير اني هحطها. المهم شكلها جميل وفاتحة ومدية كده يعني طاقة إيجابية للمكان. بس بصوا شايفين الخداديات عاملة ازاي، يعني مش عارفة، وخايفة كمان تتغسل تكش، فهتبقى دي بقى ايه الصدمة بالنسبة لي. هتبقى هي دي بقى ايه، خدت الصدمة انا كده، فاهمين انتوا. طب تفتكروا بقى لو حطيتها خليت القلوب مثلا من الجنب هتبقى شكلها حلو ولا هتبقى بايخه؟ مش عارفه ليه حاسه ان هي هتبقى بايخه، يعني انا اصلا جايباها عشان خاطر ان القلوب تبقى كده جايه في الوش، فان هي تبقى جايه كده مش حاساها بجد. المهم هنا بقى قلت اظبط برضو السراحه دي. عايزه اجيب منظم، اللي هو المنظم اللي هو الدورين ده. مش عارفه في المسكره كل شويه عماله تقع، في الاخر هتقع تحت خالص، يعني هي مصممه ان هي تقع. بصوا عماله كل شويه تقع. المهم عايزه اجيب المنظم اللي هو الدورين، حاسه هيلم لي حاجات كتير، يعني حاسه ان هو الحاجه دي كلها هتتحط مثلا في المنظم ده جنب المنظم بتاع الروجات والحاجات دي. هحط بقى في المنظم الدورين البرفانات والسبلاشات والحاجات دي كلها، فحاسه هتبقى حلوه قوي. عايزه اقول لكم ان انا في حاجات كمان شايلها في الدرج، في حاجات بشيلها في الادراج اللي هي ايه مش استخدام دايم، يعني دول كده الحاجات دي بتبقى استخدام دايم، فعشان كده انا حطهم قدامي كده. بس مش عارفه ايه اللي طلع السودو كريم. توتا خلاص قلعتها البامبرز. مش عارفه ايه اللي طلعه تاني، فسايباه كده بقى، مش عارفه بقى ايه، سايباه بقى، فهبقى احطه في الدرج. انا لسه والله واخده بالي منه دلوقتي وانا بتفرج على الفيديو. المهم بقى ايه، مسحت الحاجه كده، مسحت تحت الحاجه مطرح ما انا كنت عاملاها، مطرح يعني شلت الحاجه مسحت من تحتيها وبعد كده حطيتها تاني.
بس فحاسه بقى ان المنظم الدورين ده، حاسه ان هو هيلم لي حاجات كتيره قوي، مش عارفه ليه عندي احساس جامد قوي بكده. جبت بقى البتاعه دي، الشرشوبه والجردل طبعا بتوعي، وقلت بقى ايه اديله ادي كده. حاطه بقى الكلور جايبه كلور كده بالليمون، تبع كلورايل. حاساه كويس، انا بحب الحاجه بقوه الليمون بتبقى حلوه يعني. المهم وحاطه فيها بقى الجنرال ده، ف حلو برضه. عايزه اقول لكم ان انا خلصت السلسله دي وتعبت جدا بجد يا جماعه. عايزه اقول لكم ان انا من بعد الفيديوهات دي، من بعد سلسله الفيديوهات دي، مش قادره اوصف لكم التعب اللي انا بجد وصلت له يعني. او انا طبعا ماليش ان انا اعمل كل الكلام ده، بس بجد يعني لو واحدة حامل او كده ما انصحهاش ان هي تعمل اللي انا بعمله ده، لان ده هيأثر معاها بعد كده، وبجد الموضوع متعب. انا اصلا الدكتور اخر مرة رحت له قال لي انتي المفروض تبقى ليكي راحة تامة، بس انا لما جبت بقى المشتريات الجديدة دي، مش عارفة ليه كده حسيت ان انا لا، انا عايزة اقوم اخلص، اللي هو انا عايزة اقوم اعمل الحاجات دي كلها. عايزه اقوم عشان خاطر افرش اسمها ايه يا جماعه عايزه اقوم عشان خاطر افرش الحاجات الجديده وافرش يعني الديكورات الحلوه اللي انا جايباها دي عجباني قوي، غيرت من شكل الشقه تماما. فحسيت اللي هو ايه الاحساس ده، فعشان كده انا قمت. بس بجد يا جماعه اي واحده حامل منصحهاش ابدا 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 تعمل اللي انا بعمله ده، والله العظيم بجد الموضوع متعب. انا جيت امبارح بالليل، تعبت جدا، صاحيه من النوم، من ساعه ما صحيت من النوم جسمي كله متكسر لحد ما جيت انام. ما عملتش اي حاجه، دخلت بقى ايه اخدت شاور ميه سخنه قوي 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 عشان تفك جسمي شويه، بسبب ان الوجع يعني، فاهمين قصدي. المهم سيقت، وبصراحه سيقت كمان البلكونه، قلت عشان خاطر هو من قبل ما ابدا في الاوضه انا سيقت البلكونه بصراحه، علشان خاطر ما يبقاش فيه تراب يدخل على الاوضه او كده. المهم جبت بقى ايه، جبت سجاد جديد. فين بقى المبروك، فين المبروك يا جماعة هنا كنت بشوف دي الصغيرة ولا الكبيرة. طلعت الصغيرة عريضة والكبيرة طويلة، فاهمين قصدي. بس شكلها حلو، فيها ألوان من الأوضة يعني، هي اللي عجبتني ان هي نفس درجات الأوضة، فاهمين. فعشان كده حسيت ان هي حلوه قوي. ما لقيتش بقى ايه، كنت عايزه اجيب واحده كمان رفيعه وطويله احطها جنب السرير من الناحيه اللي هناك، بس ما لقيتش. الراجل قال لي ما فيش، قال لي مش هتلاقي منهم كده، هتلاقي منهم بس ايه كده يعني، اللي هم دول بس المقاسات دي واكبر بقى، ما فيش اصغر من كده. فقلت يلا زي بعضه بقى، مرة تانية ان شاء الله بإذن الله ابقى اجيب، ابقى اشوف يعني عند حد تاني، بس بجد ما كنتش قادرة الف خالص خالص خالص. المهم عايزة اقول لكم بقى شكل السجاد غير شكل الأوضة بتاتا، ولسه في حاجات تانية هوريكم دلوقتي هنعمله ايه. المهم عايزة بقى امسح الاول الكومود ده، كان عايز يتمسح. يعني ما فيهوش حاجات كتير، هو اصلا هو عشان متخربش او مفرقع كده من هنا، فتحسوا ان هو ايه، تحسوا ان هو عايز يتعمل بس هو متخربش، فعشان كده. المهم كنت بحاول ان انا اظبط الكادر عشان خاطر عايزه اوريكم المفارش اللي انا جايباها. جبت مفارش كده للاوضه، لاوضه النوم. قولوا لي ايه رايكم، جبت طقم مفارش كده، مفرشين للكومود ومفرش للسراح. هفرشه دلوقتي وهوريه لكم، وعايزاكم تقولوا لي ايه رايكم فيه ايه يعني. انا حاسه ان هو حلو قوي، حاسه ان هما شكلهم حلو. جبت الزرعتين دول. كنت عايزه اجيب اباجورات، بس للاسف انا ما لقيتش اباجورات، يعني ما لقيتش عند الراجل اباجورات مناسبه، فقلت هجيب دول كده مؤقتا يدوا كده. حاسه الزرع مش عارفه ليه بحس ان هو بيدي طاقه ايجابيه كده، مش عارفه ليه بجد، قولوا لي لو انا غلطانه. جبت كمان المفرش ده. هنا كنت عماله اقول اتنيه هو طلع عريض قوي، يعني انا ما كنتش متوقعه ان هو يطلع عريض كده، فقلت احطه كده، كنت هحطه واتنيه يعني، بس حسيت ان هو شكله بايخ، فقلت لا انا مش هتنيه، انا هفرشه كده فرشه كامله، واحط بقى البرفانات والحاجات دي كلها عليه، فحاسه ان هو هيبقى شكله احلى.
قولولي برضو رأيكم، يعني اكتبولي كده ايه رأيكم في الكومنتات. فحسيت كمان ان انا لو جبت المنظم اللي انا بقولكوا عليه ده هيلملي الحاجات دي كلها فيه، فحسيت ان هو هيبقى كمان الموضوع حلو يعني. بس كده، ايه رأيكم؟ حسيت شكله جميل قوي. وكمان ايه، هحط فيشة السراحة دي. بصوا بقى، واو بجد الإضاءة الهادية دي بتدي شكل تحفة. هنا بقى خلاص كده وصلت لمرحلة المعطر، بجد احلى مرحلة في اليوم كله. هفرجكم بقى شكل الأوضة وقولولي رأيكم فيها ايه. وبس كده، ده كان الفيديو بتاعي النهاردة، يا رب يكون عجبكم. ده كده اول تجديدات في الأوضة. استنوني بقى في الأجزاء التانية، اوريكم طبعا بقية الحاجات التانية. متنسوش بقى تحطولي لايكات كتير قوي.